خصم 200,000 جنيه على الجيلي الستار راي، وده يعتبر الخصم الثاني من جيلي بعد الخصم الاول اللي كان على الكور راي والجيلي ام جراند. طب دلوقتي يا اكسلانس العربيه دي على الراي ولا اي كلام وتنصحني اجيبها ولا لا؟ طب تعالى نمسك الموضوع واحده واحده. الستار راي صيني تقفيل ومنشأ، وبتنزل مصر باربع فئات: الكومفورت والبريميوم والسبورت والسبورت بلس، وبتنزل بموتور 1504 سلندر تربو بيطلع حوالي 171 حصان و270 نيوتن متر عزم دوران، ومتوصله بفتيس دي سي تي ويت 7 نقلات مع متوسط استهلاك بنزين 6.3 لتر لكل 100 كيلو، وعفشه خلفيه مالتي لينك، يعني هتاخد منها ثبات واداء على الرايق، وطبعا عليها كل انظمه الامان الرئيسيه، وفي حته الاوبشن والرفاهيات فمش محتاجين نتكلم عنها، وبتيجي بضمان 7 سنين او 250,000 كيلو. طب دلوقتي يا اكسلانس الكلام اللي انت قلته ده كله موجود في معظم العربيات الصيني، ايه المميز في العربيه دي بقى؟ المميز في الستار راي انها بتيجي مبنيه على قاعده بناء سي ام بي بالتعاون ما بين جيلي وفولفو. يعني ايه يا اكسلانس؟ يعني بالبلدي كده شاسيه العربيه معمول بالتعاون ما بين جيلي وفولفو، وفولفو بتستخدمه في بعض عربياتها زي الاكس سي 40، وطبعا كلنا عارفين عربيات فولفو لو رشقتها في حيطه هتعدي من الناحيه الثانيه. طب ايه مميزات الشاسيه ده؟ رقم واحد انه مناسب للمعايير الاوروبيه، واحنا عارفين ان الاوروبيين بيخافوا على حياتهم قوي والامان رقم واحد عندهم. رقم اثنين صلب اقوى عشان لو دشملت العربيه تخرج منها سليم. رقم ثلاثة توزيع وزن افضل، وده بيحافظ على ثبات العربيه. طب دلوقتي يا اكسلانس تنصحني اجيبها ولا ما اجيبهاش؟ بص بقى يا حبيب قلب الاكسلانس، انا اختصرت لك كل حاجه، وانت بقى ودماغك عاوز تجيبها او ما تجيبهاش دي ترجع لك. سلام.